السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة فيلسوفي مع السيمو. واش عمرك حسيتي انك كتراجع الفلسفة ولكن ما كتشدش منها والو، ولا كتبان لك بحال مادة ديال الفلاسفة الكبار وانت غير تابع؟ خليني نقول لك باللي الفلسفة راه ماشي ديال النخبة، راه ديال كل واحد فينا، حيت كتجاوب على اسئلة كنبقاو ساكتين عليهم في الحياة. وهذا الفيديو غادي يخليك تشوف مجزوءات الوضع البشري بطريقة جديدة. غادي نتعمقوا في ثلاثة ديال المفاهيم: الشخص، الغير، والتاريخ. وغادي نكتشفوا مواقف كتخليك تشك في كل شيء، ومن بعد تولي تفهم كل شيء. اول مفهوم معنا هو مفهوم الشخص، واول محور في هذا المفهوم هو الشخص والهوية. الاشكاليات اللي كيجاوبوا عليهم الفلاسفة ديالنا هي: شكون انا؟ واش انا هو نفس الشخص ديما؟ اول فيلسوف كيجاوبنا هو ديكارت، اللي قالنا انا كنكون حيت انا كنفكر، يعني الوعي ديالي هو اللي كيعطيني الهويه. بينما جاء الفيلسوف المعارض اللي هو جون لوك وقال لا، الهويه كترجع للذاكره، الا نسيت حياتي فراه ما بقاش انا هو انا. انا نعطيكم واحد المثال باش تفهموا مزيان. تخيل واحد دار قصيده وفقد الذاكره، ومن بعد بداو كيقولوا ليه شكون انت، ولكن هو ما حس حتى بشي ارتباط واش باقي هو نفس الشخص. هنا كتفهم ان الهويه ماشي شي حاجه اللي بسيطه. وننتقلوا للمحور الثاني اللي هو الشخص بوصفه قيمه. الاشكاليات اللي عندنا في هذا المحور هي: واش الانسان عنده قيمه ذاتيه ولا قيمته كترتبط بالخدمه والمجتمع؟ اول موقف ديال الفيلسوف كانت قال لنا ان الانسان ما خصوش يتستعمل كوسيله، وانما خصو يتعامل كغايه. بينما جاء نيتشي وكيقول العكس تماما، كيقول ان الانسان خصو يصنع القيمه ديالو وماشي يتابع القوانين الاخلاقيه كتعطى للجميع. كمثال باش تفهموا: شي حد مثلا عاطل في المجتمع ما كيتعترفش به، ولكن هو كيدير الخير في الجيران وكيعاون، دابا هذا واش ما عندوش قيمه؟ والمحور الثالث والأخير من هذا المفهوم اللي هو الشخص بين الضرورة والحرية. الإشكاليات اللي عندنا في هذا المحور هي: واش حنا فعلا أحرار ولا ديما تابعين لظروفنا؟ أول موقف ديال سارتر قال لنا أن الإنسان محكوم عليه بالحرية، يعني حتى إلا ما بغاكش تختار راك مختار. ورد عليه سبينوزا قائلا أن الحرية مجرد وهم، الإنسان تابع للطبيعة والرغبات والضرورة. نعطيكم واحد المثال باش تفهموا. شي حد مثلا كيقول بغى يكمل القرايه ديالو ولكن خصو يخدم باش يعاون والديه، واش هو فعلا حر ولا مجبور؟ وهكا كنكونوا سالينا من المفهوم الاول، وانتقلوا دابا للمفهوم الثاني اللي هو الغير. اول محور من هذا المفهوم هو وجود الغير. والاشكاليات اللي عندنا في هذا المحور هي: واش الغير ضروري في الحياه ديالي ولا غير مصدر تهديد؟ اول فيلسوف كيجاوبنا هو هيجل، كيقول ما يمكنش نعرف راسي بلا الغير، يعني ضروري يكون باش نكون. بينما كيرد عليه سارتر وكيقول انا الغير كيخليني نحس بالاحراج وكيهدد الحريه ديالي. نعطيكم واحد المثال من الواقع باش تفهموا. في واحد الحصه كتجاوب نتايا ولكن كتكون متردد غير حيت كتشوف اللي حداك كيشوف فيك، هذا هو تاثير الغير. والمحور الثاني اللي معنا هو معرفه الغير. الاشكاليات اللي عندنا في هذا المحور هي: واش نقدر نفهم الغير بحال كيما كنفهم راسي؟ الظواهريه كتقول نقدر نفهم الغير من خلال التصرفات ديالو. وجا واحد الفيلسوف اخر كيعارضو، قال لنا ان الغير غامض وما نقدرش نوصل للحقيقه ديالو كامله. نعطيكم واحد المثال من الواقع باش تفهموا. مثلا صاحبك فرحان قدامك ولكن في الحقيقه مكتئب، فانت كتشوف السلوك ولكن ما عارفش الداخل ديالو. وندوزو دابا لآخر محور في المفهوم الثاني ديال المفهوم الغير اللي هو العلاقة مع الغير. الإشكاليات اللي عندنا في هذا المحور هي: واش علاقتي مع الغير مبنية على التعاون ولا على الصراع؟ الموقف اللي كيأيد أن العلاقة مع الغير مبنية على التعاون كيقول أن الغير شريك والتواصل راه ضروري. بينما يرى توماس هوبس مثلا كيقول أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، يعني العلاقة كلها صراع. أعطيكم واحد المثال باش تفهموا. جوج صحاب في الخدمة، وحدة الأول كيساعد والثاني كيغار، علاقة معقدة بين الحب والعداوة. ثم ننتقل لآخر مفهوم معنا اللي هو التاريخ. وأول محور معنا هو المعرفة التاريخية. الإشكاليات اللي عندنا هي: واش نقدر نعرف التاريخ بطريقة علمية؟
أول فيلسوف كيجاوبنا هو ابن خلدون، اللي شاف أن التاريخ علم فيه تحليل وتفسير، بينما يعارضه بول ريكور اللي قالنا أن التاريخ تأويلات ماشي موضوعي 100%. نعطيكم واحد المثال من الواقع باش تفهموا. نفس الثورة كاين اللي كيسميه نضال وكاين اللي كيسميها فتنة. دابا اين واحد فيهم عنده الحق، وانتقلوا للمحور الثاني اللي معانا اللي هو فهم التاريخ. الاشكاليات اللي عندنا هي واش التاريخ كيتبع منطق ولا غير صدفة. واول فيلسوف كيجاوبنا هو هيجل اللي شاف ان التاريخ كيتطور نحو الحرية، بينما يعارضه كارل بوبر قائلا هاد الشيء واهم، التاريخ فيه بزاف ديال الصدف. كمثال الثورة الفرنسية ما كانتش مخطط مدروس، ولكن بداها الجوع والأزمات، يعني أنها بدأت بصدفة فقط. ثم المحور الثالث والأخير معنا هو التقدم في التاريخ. الإشكاليات اللي عندنا في هذا المحور هي واش البشرية فعلا كتقدم. أول فيلسوف كيجاوبنا هو كوندورسي قائلا أن التقدم كيوصلنا للعقلانية والحرية، بينما يعارضه روسو قائلا كلما تقدمنا كلما زادت الأنانية والفساد. أعطيكم واحد المثال باش تفهموا. الانترنت سهل التواصل، ولكن خلق الإدمان والوحدة والاكتئاب. إذا هادشي اللي كان عندنا في هذا الفيديو. هكا كنكونوا سالينا المحاور كاملين والمفاهيم كاملين. دابا من بعد ما شفنا هاد المواقف خاصنا نفهموا أن الوضع البشري معقد بزاف وما يمكنش نختزلو في جواب واحد، ولكن الفلسفة كتعلمنا نفكروا بعمق، نحلو وما نقبلوش الجواب الجاهز. اذا كتبوا لي في التعليقات شنو هو المحور اللي شدك اكثر، وشنو هو الموقف اللي حسيتي قريب ليك. ما تنساش تشترك في القناه ديالنا وتبارطاجي الفيديو مع اللي كيقرا معاك، وكنصحكم تدوزوا لصفحه الانستغرام. نبداو هاد العطله ان شاء الله في اللايفات ديال الدعم. نبداو بمجزوءه الوضع البشري، ثم نشوفوا المنهجيات، ثم نشوفوا مجزوءة السياسة أخيرا. إذا هكا كنكونوا وصلنا للنهاية ديال الفيديو. كنتمنى نكون توفقت باش نشرح لكم الدرس مزيان، وكنتمنى حتى نتوما تكونوا فهمتوا. ودمتم في أمان الله ورعايته. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.